أيضا لا تزال حصيلة الإصابات بالحمى الملطية في ارتفاع متواصل، حيث أصيب العديد من العاملين في قطاع الفلاحة سواء من مربين أو حتى فلاحين بهذا الوباء الذي باتت مكافحته أولوية في ظل توسعه وانتشاره. التفاصيل مع إبراهيم غطاس. الفلاح، المربي، وكل من له صلة بتحويل حليب البقر والماعز قد يكون عرضة لمرض الحمى الملطية التي باتت مكافحتها والوقاية منها من الضروريات والأولويات، سيما بعد الأرقام الأخيرة المسجلة في عدد المصابين. هي c'est une priorité pour le ministère de la santé. C'est une maladie prévalente. احنا عندنا la maladie elle est endémique في بلادنا. مازال ما on l'a pas éradiquée. راهي موجودة. دونك لازم برك الوقايه باش كي ما نمرضوش. يعني هي عندنا تقريبا بين 4000 و 6000 حاله في العام، مفترقه يعني بزاف ولايات المقيوسين فيهم. الاحتكاك بالماشية المصابة بالحمى الملطية قد يعرض صاحبه لخطر العدوى، ناهيك عن استهلاك حليبها غير المغلى أو مشتقاته. وين لافورتمون تاع وين ولدوا هذوك الحيوانات تاعهم وكل شيء، لازمهم ما يحطوهم شي بلاصه اللي مقابله الريح، اللي ممكن الريح يرجع لهم هذيك لا بكتيريا، ممكن يتنفسوها، ممكن يمرضوا ثاني. والحوايج تاعهم ما يديوهوش للدار، اذا كان خاصه اذا كان في منطقه وين كاين المرض ولا مشكوك فيه، زعما القش تاعهم يديوه ملمومين ويتغسلوا وحدهم وكل شيء. وباء الحمى الملطية أو ما يعرف بالبريسيلوز مرض تبقى مكافحته أكثر من ضرورية في ظل انتشاره وتفاقمه.